السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا النهاردة بصوا قلت لازم اعمل صنفين في نفس في وقت واحد، في وقت قياسي. وانا كان جاي داخل عليا مش حد غريب، حد مننا. فصراحة انا قلت مثلا اقدم عصير واعمل شاي او نسكافيه او كده، اعمل حاجه اكون احطها جنب النسكافيه او القهوه او كده. فقلت اعمل صينيه كيكه واعمل ايه بسبوسه بقى. مش قادره اقول لكم، تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. طبعا اول حاجه قلت اولع عليها هي السيرم. حطيت زي ما انتم شايفين كده كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه، يعني اتنين زي اتنين. لو انتي عندك عسل كلوكوز يبقى كوبايه ونص بس من الميه. فانا عشان ما حطيتش عسل كلوكوز حطيت كوبايتين ميه على كوبايتين سكر على عصره ليمونه، صفيتها في المصفى كده. وهولع بقى عليها على الايه، على البوتاجاز. تعالوا بقى بينا ايه نعمل بقى ايه اول حاجه. الهريسه او البسبوسه نعملها بقى ايه بطريقه جامده جامده جامده. دي الايه البسبوسه المطبوخه. طبعا بصوا طريقتها سهله جدا. اول حاجه هجيب كوبايتين من السكر وهولع عليهم بقى كده. بصوا مش هاجي يميتهم خالص الا لما احس ان السكر من تحت باش او داب او طلع لون. طبعا النار في الوقت ده النار وسط، ما تعليش النار عشان السكر ما يتحرقش منك، وفي نفس الوقت ما يغمقش قوي. هوريكي اللون اللي انا ايه عايزاه. طبعا انا اول ما حسيت كده بصوا زي ما انتم شايفين كده بدات اقلب بحذر جامد، لان عشان السكر ما يجيش على الحراف ويكرمل ويحروق وكده، وزي ما انتم فاهمين بصوا على قد ما بقدر بقلب بالراحه خالص. طبعا هو اول ما بيدوب كله بيتجمع وبيدوب في مكان واحد زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بايه؟ بالزبده او السمنه. طبعا انا حطيت سمنه، حطيت 3 معالق من السمنه، 3 معالق كده حلوين محترمين كده من السمنه. عندك علبه قشطه ممكن تحطي، بتديها ايه دسامه اكتر. بس انا حطيت بقى ايه 3 معالق من الزبده وكوبايه من جوز الهند المبشور الناعم. وهقلب بقى الزبده بالسكر المتكرمل بالايه بكوبايه جوز الهند. هقلبهم تقليبه حلوه كده كويسه اهو. طبعا انا في الوقت ده انا طفيت النار، مش مولعه النار. واحط كيسين من الفانيليا، او لو فانيليا سايله حطي ايه معلقه صغيره اهو. انا بقلب كله في قلب بعضه، مفيش اسهل من كده خالص. بصوا الهريسه او البسبوسه المطبوخه دي بتبقى طعمها خطير جدا، بتبقى لها طعم تاني بجد وهحط بقى ايه دي اللي هو دي البسبوسه. هحط قد ايه 3 كوبايات من دقيق البسبوسه. طبعا هي حجم الكوبايه المعياريه اللي هي 250 مللي اللي انتوا شايفينها، اللي هي كوبايه الشاي دي 3 كوبايات. وهقلب كويس جدا. انا للامانه عشان انا ما بكذبش عليكم حسيت ان هي ماسكه معايا شويه. فانا كان عندي زبادي في التلاجة، فحطيت علبه زبادي فككتها بيها، مش فككتها خليتها طريه معايا زي ما انتم شايفين كده، حتى تحسوا ان هي فتحت سنه. بس انا طبعا هي اما تخش النار هتغمق، هتديني اللون اللي انا عايزاه. وجبت بقى صينيه مسحتها مسحه من السمنه، انا حطيت زياده علبه زبادي. طبعا ما عندكيش زبادي ممكن تحطي نص كوبايه لبن، بس الزبادي بيخلي طعم الهريسه بصوا حكايه او البسبوسه. طبعا مسحت الصينيه مسحه من السمنه كده كويسه، ونزلت بقى بالايه بالبسبوسه في قلب الصينيه اهي. نزلت بيها كلها اسويها بقى في قلب الصينيه. طبعا انا في الوقت ده ولعت الفرن، وقلت بقى إيه اعمل حاجه كمان. كان الوقت لسه قدامي بدري، وصراحه ما ضيوف ما كانوش لسه جم. فقلت في الوقت ده اعمل حاجه كمان مني اقدمها. صراحه انا بحب ما يكون حد داخل عليا احب مش ينفع ان انا احط صنف واحد اقدمه له، صنفين صراحه بيبقى المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. فانا بحس ان انا الناس مش بتبقى، ما فيش حد بيبقى جاي عايز ياكل، ولا حد جاي بيبقى نفسه في الحاجه. بس الواحد بيبقى لازم تقدري اللي جايلك لو بقى باقل حاجه. طبعا انا ولعت على الصينيه زي ما انتم شفتوا كده، وجبت هنا 4 بيضات بلدي وحطيت عليهم كوبايتين من السكر. طبعا ده بشر البرتقال انتوا عارفين، واللي انا عملته فرزته معاكم ده كان اخر شويه عندي.
فطلعتهم بقى، قلت ايه احطهم بقى في الخلاط ده كله في الخلاط. وكيس من التانك اللي هو اللي بالبرتقال حطيته برضو في قلب الخلاط. وحطيت كوبايه وكوبايه ونص من الزيت، وشويه من جوز الهند كده حوالي 3 معالق يعني او معلقتين، وذره ومعلقه بسيطه من الخل، وذره من الملح. وبصوا هحط بقى ايه علبه زبادي كده. الاساسي النهارده في الصينيتين اللي انا عملتهم هو الزبادي، صراحه بيخلي الصواني حكايه. انا حطيت علبتين من الزبادي اهو. طبعا صراحه بديل اللبن لان انا ما كانش عندي لبن، وحبيت ان انا ايه احط زبادي بقى المره دي كده اشوف الطعم ايه. بس الطعم صراحه كان في حته تانية. طبعا انا هعمل كيكه الدقيق الذره. انتوا عارفين ان احنا بنعشقها صراحه، وكل اللي بياكلها من ايدي بتعجبه قوي. فقلت بقى اعملها يعني ايه النهارده. حطيت كوبايه ونص من الدقيق وكوبايه ونص بقى من دقيق الايه الذره. بصوا انا هنخله قدامكم اهو. طبعا لازم الدقيق الذره ده يا جماعه لازم يتنخل لان بيطلع منه حاجات خشنه من مطرح الذره، فلازم تنخليه لازم اهو. بصوا كوبايه ونص اهو. طبعا انا متاكده من الدقيق اللي هو الابيض بتاعنا، فعشان كده حطيته ما نخلتوش، لكن ده لازم انخل اهو. حط بقى الاتنين مع بعض. حط عليهم بقى كيس من البيكنج باودر. بصوا طلع منه ايه رواسب كتيره صراحه. حتى دي لو انتي ما نخلتوش في الاكل هتحسي باينه في الاكل في الطعم. وهنا نزلت بكيس بيكنج باودر. بصوا كل ده والله ما كمل معايا ربع ساعه، انجزت في ثانيه الصينيتين دول في ثانيه. قلبتهم كويس جدا اهو. وهنزل بقى بالمكونات اللي انا ضربتها في الخلاط. هنزل بقى ايه شويه بشويه اهي بالتدريج. بس يعني الحمد لله انا ببقى عارفه مكوناتي. وهنزل بقى بكيسين من الفانيليا لان انا نسيت احطهم عشان زفرت البيض. انا ببقى عارفه مقادير اسفه، مقادير الصواني بتاعتي ببقى عارفاها. وببقى عارفه انا ما بيفتش الحمد لله من اي مقادير اي حاجه. ببقى عارفه مقادير الصواني بتاعتي بالظبط، ببقى بتاخد قد ايه ومكوناتها ايه وبتطلع هي يعني. بصوا ما بيفتش اي حاجه. فانت لازم تبقي برضو عارفه مكوناتك ايه وعارفه مقادير صوانيكي ايه ومقادير الحاجه ايه. لان صراحه ما ينفعش ان احنا نرمي حاجه ولا ينفع ان احنا نهرتل حاجه لان الدنيا غاليه. وال يعني صراحه يعني يعني حاولي ان انت تبقي يعني على يقين ان انت واثقه ان انت الحاجه دي هتحطيها هتستخدميها. ما ينفعش ان انت ترمي منها حاجه. طبعا بصوا قلبت القوام بقى عامل معايا ازاي. انا عايزه القوام قوام كريمي كده للكيكه. وما تيجي تضربيها في يمه واحده، ما تجيش يعني يمين وشمال، لا هو يمه واحده. طبعا جبت هنا الصينيه حطيت فيها نقطه بسيطه من الزيت مع حوالي معلقه كده. مسحتها بالفرشه اهي. واحط برضو رشه من الدقيق كده في قاع الصينيه. طبعا هي الصينيه مش هتلزق الحمد لله ما فيش صواني بتلزق معايا. بس انا برضو زياده تاكيد حتى لو عامله في الجرانيت ببقى برضو احط برضو رشه من الدقيق دي مع الزيت. طبعا بصوا شوفوا القوام عامل ازاي. والله ولا مضرب ولا اي حاجه خالص. بالسباتيولا عملت الصينيه وطلعت معايا قوامها جميل وما شاء الله، ولا كلكعت ولا اي حاجه. اللهم بارك تحفه. طبعا هطلع منها اي فقاعات هوا بقى. وطبعا انا كده مولعه الفرن على صينيه الهريسه. هدخل بقى الصينيه. بس انا مش هدخل الصينيه دي الا لما اطلع صينيه الهريسه، لان انا صينيه الهريسه هتستوي بسرعه والصينيه دي هتكون لسه زي ما انتم شايفين كده هتكون لسه ما استوتش. وانا مش بفتح على الصواني الكيكه ابدا الا بعد ربع ساعه من دخولها الفرن، فهضطر ان انا افتح فهتهبط معايا. فاستنيت لما طلعت الصينيه دي وبعد كده دخلت صينيه الكيكه. وفي الوقت ده السيرم كان معايا كان خلاص بالظبط. نسيت اقول لكم يا بنات هي بتقعد 10 دقايق السيرم ده على النار. وحطيت عليه كيسين من الفانيليا وطلعت احلى صينيه بسبوسه مطبوخه تحفه بجد. اللي ما جربهاش يجربها هتعجبكم قوي. نوعي اعملي المره دي صينيه كيكه، المره الجايه صينيه بسبوسه. بسبوسه العاديه اللي احنا بنعملها من غير ما تكون مطبوخه، المره دي مطبوخه. جربي ونوعي لعيالك ولنفسك بجد.
تحفه تستاهل بقكم. داخل ضيف عليكي بسرعه، اعمليها مش هتاخد معاكي اي حاجه بجد. يعني حاجه البيت نظيفه جدا، وحاجه انت متاكده انت اللي عاملاها. طبعا كده انا عملت صينيه البسبوسه اهي زي ما انتم شايفين تحفه. استنيه صينيه الكيكه تطلع اوريها لكم، اقطعها برضو معاكم واوريها لكم. بصوا شايفين لون وريحة وطعم بجد خطيرة 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 خطيرة. اتمنى ان انا يعني اشوف في الكومنتات ان انتوا جربتوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بجد هتعجبكم قوي 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 قوي. قطعتها بصوا حطيتها في طبق اهي. طبعا بصوا همسح بقى احراف الطبق. بجد خطيرة اهي زي ما انتوا شايفين. بجد تحفة تحفة ولونها طبعا الكاميرا ظلمة لونها صراحة. لونها جميل جدا. وادي صينية دي الذرة طلعت تحفة بجد. شايفين لونها والله يا جماعة. اللون ما كده كمان ده الكاميرا ظلمة لون اي اكل انا بطلعه لونه بيبقى تحفة. بس انا كمان الاضاءة عندي مش قد كده، وكمان الرينج لايت برضو اضاءته برضو مش مساعدة ولا مقاومة. ان شاء الله اظبط الدنيا شويه كده، هظبط الدنيا وهيبان بقى كل حاجه على لونها. وبجد اللون هو اللي بيبهر المشاهد ان هو يشوف الحاجه. بيبهر المشاهد ان هو يخش ويشوف ويتفرج. طبعا ان شاء الله هزيد بيكو وهكتر بيكو. وان شاء الله انا معايا احلى ناس حلوه قوي 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 قوي، وناس جامده جدا جدا، وناس مشجعاني ان انا اكمل وابقى عندي اراده ان انا اكمل. بس ما تنسوش بقى تتابعوني. بصوا شايفين صينيه الكيكه بدي الذره عامله ازاي تحفه، ولا لازقه ولا اي حاجه خالص. متنسوش بقى تتابعوني على الفيسبوك على صفحه البيج بتاعتي. طبعا باللايكات بقى، اللايكات بقى يا جماعه والشير. طبعا وتيك توك. طبعا معايا ناس كتير قوي على تيك توك صراحه، وناس جدعه جدا جدا جدا، وكومنتاتكم محفزاني. طبعا بصوا صينيه الكيكه تحفه لون وطعم، ومش لازقه ووشها زي ظهرها تحفه بجد. وما تنسوش بقى الاشتراك على اليوتيوب. وتتكي على علامة الكل عشان يوصلك كل جديد مني، يوصلك اشعار بكل جديد مني. وكده الفيديو بتاعي انتهى. وما تنسينيش باللايك وبالشير وكومنتاتك الجامدة. طبعا وانا برد ساعات على الكومنتات والله، حتى لو ما ردتش في فيديو اتنين برد في التالت. وبراجع الفيديوهات القديمة وبرد على احلى ناس واحلى كومنتات منكم. كده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.